لا يا حبايب قلب خوخ، ده مش لوكاكو، ده هولاكو، فلتنا منيهم. حبايب قلب خوخ، طبعا انتهاء مباراة مصر وبلجيكا. مصر بتعمليها ازاي؟ عرفنا النهارده مصر بتعملها ازاي. التعادل الايجابي 1-1 في مباراة بطلها الاول والاخير هو كابتن حسام حسن. والله هو البطل الاول هذه المباراة. مباراة يا جماعة كابتن حسام حسن عرف يديرها 10 من 10 ونجم. يا كابتن حسام، كابتن حسام انا خلصت فيك كل الكلام. والله يا كابتن حسام انا ضد من ايام كابتن حسن شحاتة ما شجعتش منتخب مصر وما كانش عندي الحماس الحماس اللي عندي ده ما كانش موجود غير لما انت جيت ضربت المنتخب. يا كابتن حسام مدرب سكر ودمه خفيف موجود، الاوبشن ده عنده موجود، مدرب فاهم كوره وعنده ما بيخافش من حد موجود، عارف هو بيعمل ايه موجود، راجل وبيغير وما بيهموش مين قال ومين عاد وايه اللي هيتقال وعنده موجود، مدرب واقف على الخط مصحصح بيركز في اقل تفصيله بيروح يعترض على اي حاجه موجود. فكابتن حسام حسن هو بطل الحدوته. كابتن حسام حسن هو نجم مباراه مصر وبلجيكا. انت النهارده بتتعادل مع فريق المصنف، منتخب المصنف 9 عالميا. قعدنا نشكك كتير، ناس شككت كتير في كابتن حسام حسن اثناء المباريات الوديه التي كانت تلعب. منتخب مصر كان بيلعب مباراه وديه مع البرازيل، مع اسبانيا، مع السعوديه. شككته في كابتن حسام وقلته دي مباريات وديه. فاز عن اول مباراه رسميه في كاس العالم بلجيكا اللي مصنف 9 عالميا. كابتن حسام حسن عمل عليهم كماش ولا اجدعها مدرب. حبايب قلب خوخ، المغرب كانت بتلعب البرازيل، تعادلت معاها في حين ان المغرب لعبته قويه ما شاء الله، حين ان البرازيل حرفيا يجيش صفر على الشمال جنب منتخب بلجيكا. ناس كتير واولهم المغاربه كانوا طالعين مشككين ان مصر النهارده تخسر من بلجيكا سكور، حين ان بلجيكا كسبت تونس 5، كسبت فريق تاني. هم منتخب عادي. انت النهارده بتلعب امام بلجيكا، ده كمان تعادل بطعم الخساره. والله العظيم تعادل بطعم الخساره. نتكلم في قصه الاهداف الضايعه، انا قلت واتكلمت اثناء المباراه ان كل الاهداف اللي احنا عمالين نضيعها دي هنندم عليها. وبالفعل عاوزه ابتدي من مصطفى شوبير اللي النهارده اقول اعوذ برب الفلق اوفى، يعني ده مش جديد عليه ويعني الشناوي المونديالي، مصطفى شوبير المونديالي، كلهم بسم الله الله اكبر. محمد هاني يا جماعه، محمد هاني بصرف النظر عن الجون بتاع هولاكو، قلت لكم ده مش لوكاكو، ده هولاكو. ده انا اترعبت اول ما شفته، اقرا قران. بصرف النظر عن الجون ده، ولكن خلاص احنا مش هنمشي على الماتش بيرفكت. محمد هاني النهارده كان قافل الجبهه اليمين، عامل ماتش عمره. محمد هاني النهارده كان مخلي الواد دوكو مفرفر. خدوا بالكم ان دوكو اصلا ساب الناحيه بتاعت هاني وراح الناحيه التانيه عشان من كتر ما هو مش قادر، جاب له ضيق في التنفس، مش قادر يعدي من هاني. كل شويه يبدل، يجيبوا له واحد هاني يروح عامل عليه كماش، بعد كده يرجعوا الواد دوكو. النهارده هاني كان عالمي، هاني النهارده كان مونديالي. انا قايله لكم امبارح يعني مش امبارح بس، انا في كل مباراه مونديال عامه بقول لكم هاني المونديال. هاني النهارده 10 من 10 ونجمه بصرف النظر عن الجون بتاع هولاكو. امام عاشور يا جماعه يا نجم، بعد الاداء العالمي ربنا عوضك. بعد زي الايام دي على فكره يا جماعه، الاهلي كان بيلعب كاس العالم للانديه في امريكا، امام عاشور اتصاب، ربنا عوض امام عاشور عن اللي حصل له في كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي. النهارده امام عاشور بيحرز هدفه الاول في كاس العالم عامه، اغلى هدف هيبقى بالنسبه لامام عاشور. النهارده كمان بياخد جايزه رجل المباراه. عالمي يا امه. ابو كتاليا يا غالي، مش هقول يا ابو فهد عشان كتاليا بوز عليها بوز، ما ربنا ما يكتبه. ابو كتاليا الله اكبر، كل اعوذ برب الفضل، لكن اتمنى يا ابو كتاليا ما تجيش بعد كده تتامر لنا. انا حاسه بعد الجول ده وجايزه رجل المباراه تروح تقول ان الكابتن محمود الخطيب يكتب لك النادي باسم. انا عارفاك الهبه لما بتجيب انت لعيب 10 من 10 وكل حاجه، لكن دي لما بتفلك لكن انت يا امه عالمي. طبعا احمد فتوح، حمدي فتحي، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه في الاخر نزل مسك واد هولاكو، يعني الكوره كانت جول. والله مروان عطيه جه في الاخر يا حبيبي وفيص. خلاص كان حرفيا يا جماعه حقهم يفيصوا، دول بيجروا مع مصارعه الترند دي ولا ايه. زيكو النهارده، زيكو مضيع، زيكو ليه مش جاي معايا بتجيب زيكو مضيع كورتين النهارده، هدفين. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض بجد والله. فالنهارده المنتخب عالمي. النهارده لولا الفرص اللي ضيع النهارده مرموش انا ما اعرفوش ده يا جماعه. الحب جاني يا استاذ توليت اللي انت بتاع كده توليت. النهارده صلاح ومرموش من اسوأ 2 كانوا في ملعب المباراه حرفيا. كابتن حسام اعتقد هو بيقول عندي محترفين وربع، وكان قصده على حد فيهم الربع واحنا لبسناه في مصطفى محمد. لا يا جماعه، مرموش النهارده اناني ما بيلعبش معاهم. انا الحب جاني ما اعرفش راح فين. صعب يا جماعه، صعب والله. النهارده كابتن حسام حسن بيغير صلاح. اتحداك لو في مدرب مصري جه مسك المنتخب وغير صلاح، امر
امري وامرك على الله. لا يا جماعه بجد والله، حتى الناس اللي نزلت زيزو، الواد حمزه عبد الكريم، رامي ربيعه، عملوا ريفريش كده للمباراه. لكن عشان اكون بامان، يمكن النهارده محمد صلاح لعب شويه عن الماتشات اللي يعني ما اعرفش والله ما اعرف، بس النهارده صلاح كان ومرموش، لا مرموش كان كمان اسوأ من صلاح بكتير جدا، يعني كان اكتر واحد حرق لي دمي في الملعب مرموش. حب جاني انا ما اعرفش. اتمنى المباراه اللي جايه ان شاء الله هتكون الساعه 4 الفجر، اتمنى يكون ده ميعاد عمر مرموش ميعاد نومه، عشان انا تعبانه نفسيا. فرص بالجمله بتروح. انت النهارده تطلع كسبان بلجيكا 3-1، هدف ولاكو ده ما ينفعش حد يصده، ما ينفعش. قولوا لي بقى لا كورتوا النهارده يعني على قد الايد. البطل الاول لهذه الحدوته هو كابتن حسام حسن، لما حضن يعني بصوا كلكم، والماتش لما حضن الحكم وهو بيمثل له انها ركله جزاء، دي كوم تاني سكر، حتى دمه خفيف يا جماعه، انا بموت فيه والله. طبعا لينا ركله جزاء صحيحه، والحكام ورانا او رحنا فين؟ ورحنا مدلب منين الحكام ورانا رحنا نركب امريكا نعمل ايه تاني؟ طيب ركله جزاء صحيح، الواد قاعد يسرسب زيزو لحد ما دخلوا منطقه الجزاء ووقع، لكن عامل نفسي مش شايف. الكابتن حسام بتقارك حضن الحكم، يعمل ايه اكتر من كده؟ ما تعصبهوش يا جماعه والله العظيم، احنا ملصمينه بالعافيه. براحتكم، انا نصحتك وانت براحتك. طبعا حبايب قلب خوخ، تعادل بطعم الخساره بالنسبه لي، ولكن انا فرحانه، لكن بالنسبه لي تعادل بطعم الخساره. مباراه قادمه ان شاء الله منتخبنا الوطني يلتقي مع نيوزيلندا الزبده الفلاح، يبقى الساعه 4 الفجر. نكسب نيوزيلندا وايران ونتصدر ونصعد. لا ايه طيب، ما ان شاء الله المنتخب هيصعد ان شاء الله دور 32 بس، دور ال 16 ايضا. كل التوفيق منتخب الساجدين اللي ان شاء الله على الصعود والفرح ناويين.